اجور بالملايين بتدفع لبعض المشاهير لمجرد يظهروا في حلقه من حلقات برنامج، ولا اجور الممثلين في مسلسلات رمضان. في الحقيقه ورا كل ده سر لازم يكون دايما قدام نظرك. الموضوع بيتحسب على سعرك في السوق كام، اللي مبني على العرض والطلب، او بحجم جمهورك وتاثيرك عليهم. طبعا الكلام ده ممكن يسبب لكتير من الناس احباط لمجرد انهم حاصلين على درجات علميه كبيره وما بياخدوش الاجور دي. بص، في دراسه بعلم الاقتصاد السلوكي عملتها منظمه الاتحاد الاوروبي بتقول ان نسبه اللي بيصرفوا الفرد على الحاجات الترفيهيه والسلع الغير معمره بتوصل ل 68%، والباقي اللي هي 32% بيتصرف على المصاريف الاساسيه. والكلام ده اتفسر ان الانسان هدفه في الحياه انه يستمتع ويبعد عن اي حاجه توجع دماغه، وعلشان كده الاقبال دايما على الممثلين او لعيبه الكوره او الانفلونسرز، وده لانهم بيقدروا يقدموا للناس اللي هم عايزينه. من الاخر كده حلك هو براند يور سيلف، وده علشان تقدر ترفع من اجرك والطلب عليك مهما كانت وظيفتك او اللي بتقدمه. قولي في الكومنتس، لو هتسوق لنفسك هتسوق نفسك بايه؟